عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بنك الحظ. المعونة الأمريكية مصطلح بنسمع عنه على فترات، ولكن مع الحديث عن جريمة القرن بمحاولات التهجير القسري لأهالي غزة والضفة الغربية، بقى الكلام عن المعونة الأمريكية لمصر ركن أساسي. المعونة الأمريكية بتنقسم إلى قسمين: المعونة العسكرية، ودي قيمتها مليار و300 مليون دولار سنويا، والمبلغ ده ثابت تقريبا من ساعة توقيع اتفاقية كامب ديفيد لحد النهارده. ومصر مش حرة في توجيه فلوس المعونة دي زي ما هي عايزة، لا، مصر ما بتاخدش فلوس أساسا. النظام المصري ملزم بشراء أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية حصرا: طيارات ودبابات وقطع بحرية وذخائر. وبرضه مش كل اللي بتطلبه هتشتريه، هتشتري فقط اللي البنتاجون موافق يبيعهولك. وده لأن واشنطن ملتزمة بضمان تفوق إسرائيل على مصر وكل الدول العربية في السلاح. وبرضه من أوجه صرف المعونة العسكرية شراء قطع غيار المعدات من شركات السلاح الأمريكية، وسداد العقود الأمريكية لصيانة وإصلاح الأسلحة، ودفع رسوم أو تحمل مصاريف منح وبرامج التدريب والتعاون العسكري بين الجيش المصري والأمريكي. يعني أمريكا بتدينا فلوس بالشمال وبتاخدها مننا باليمين. أما القسم الثاني فهو المعونة الاقتصادية، ودي بقى بتختلف من سنة للتانية، وكانت بدأت بحوالي 850 مليون دولار، ولكن واشنطن فضلت تخصم منها كل سنة لحد ما وصل دلوقتي لحدود 200 ل 250 مليون دولار. وبرضه زيها زي المعونة العسكرية، مش من حق النظام المصري يتصرف فيها بمزاجه. أمريكا بتوجهها وبتشرف على صرفها في قطاعات محددة وبشكل محدد. في قطاع التعليم مثلا بيتم توجيهها لبرامج تدريب المعلمين ودعم تعليم الفتيات. وفي الصحة بتمول حملات مكافحة الأمراض وتوفير بعض الأدوية. وفي الزراعة بتوجه لتحسين الإنتاج والبيئة وتطوير مشروعات المياه والصرف الصحي، لجانب دعم برامج ريادة الأعمال من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والمرأة. ده غير تخصيص جزء لدعم بعض منظمات المجتمع المدني. يعني كل قصة المعونة الأمريكية بنتكلم في حدود مليار و500 مليون دولار سنويا. وفعلا مصر مسلوبة الإرادة في أوجه صرفها والاستفادة منها. فعلى إيه بقى صداع المعونة ده كله؟ ده قلتها أحسن. فإيه اللي يخلي قادة النظام المصري من أيام عبد الناصر يصبروا على قرف الحجب والاقتطاع والمساومات دي كلها؟ هم كسبانين إيه يعني؟ طب المواطن المصري مستفيد حاجة من المعونة الأمريكية؟ وهل مصر تقدر تستغنى عنها وتبقى تخلصت للأبد من أداة للابتزاز والضغط؟ ده اللي هنحاول نعرفه بعض النهارده. أنا عبد الرحمن سعد، وده بنك الحظ. واحنا بنقول ان احنا اما بنتعامل مع دول العالم بنتعامل معاها على اساس ان ما حدش يتدخل في شؤون، ولكن اذا كانوا الامريكان بيفهموا انهم بيدونا شوية معونة علشان يجوا يتحكموا فينا ويتحكموا في سياستنا، انا بقول لهم احنا متاسفين. ده جزء من أحد خطابات جمال عبد الناصر اللي اتكلم فيها عن المساعدات الأمريكية وإزاي بتستخدمها أمريكا للضغط على مصر وقرارها. يعني الموضوع بدأ من زمان قوي، ولكن تاريخ المعونات الأمريكية لمصر كان حتى سابق للستينات. استقبلت مصر أول مساعدات اقتصادية أمريكية سنة 1948، واستمرت تقريبا لحد هزيمة 1967 اللي شهدت انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأمريكا. ولكن بعد حرب أكتوبر مباشرة وفي 1974 طلب الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون من الكونجرس الأمريكي اعتماد مبلغ 250 مليون دولار كمعونة اقتصادية لمصر. وفي سنة 75 أدرجت واشنطن القاهرة في برنامج المساعدات الخارجية. وفي 79 بعد ما وقعت مصر معاهدة السلام مع دولة الاحتلال، ووفق صحيفة الأهرام حصلت القاهرة في المقابل على 2.1 مليار دولار كمساعدات سنوية، متقسمة بين 1.3 مليار دولار معونة عسكرية و815 مليون دولار معونة اقتصادية. ولكن في سنة 1990 يقرر الكونجرس بدء خطة تخفيض قيمة المساعدات الاقتصادية لمصر علشان تنزل من 815 مليون دولار في سنة 98 إلى 411 مليون في 2008. وفي 2007 يجمد الكونجرس 100 مليون دولار، ولكن المرة دي من المساعدات العسكرية، والسبب اللي قاله هو وجود أنفاق بين قطاع غزة ومصر. وفي 2009 يستقطع الكونجرس نص قيمة المساعدات الاقتصادية علشان تصبح 200 مليون دولار. 2010 قرر أوباما زيادة المساعدات الاقتصادية ل 250 مليون دولار. وفي 2013 وبعد الانقلاب العسكري طالب بعض أعضاء الكونجرس إعادة النظر في المساعدات المقدمة لمصر،
وفي 2014 علقت أمريكا 260 مليون دولار من المساعدات العسكرية وأخرت تسليم معدات عسكرية. ولكن في 2015 استأنفت واشنطن المعونة لمصر مرة تانية، ومع وصول ترامب في 2017 حجبت واشنطن مساعدات بقيمة 96 مليون دولار وأجلت صرف 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية. 2018 هددت واشنطن بفرض عقوبات على مصر بسبب رغبة القاهرة في شراء مقاتلات سو 35 الروسية، وأشارت إن الصفقة دي لو تمت قد تؤدي لخفض أو إيقاف المعونة العسكرية، لأن مصر ملزمة بشراء والاعتماد على السلاح الأمريكي كشرط أساسي للاستمرار في تلقي المعونة. ورغم إبداء القاهرة تحفظها على التصريحات الأمريكية، إلا أن بالفعل الصفقة تم تجميدها بين مصر وروسيا مقابل بعض الوعود بسماح واشنطن لمصر بتحديث أسطولها الجوي. وفي 2021 و2022 حجب بايدن 130 مليون دولار وقال إنها لأسباب مرتبطة بحقوق الإنسان. وفي 2023 استخدم ملف حقوق الإنسان وربطوا مسؤولين أمريكيين في تصريحاتهم بتعليق المساعدات، ولكن تزامنت التصريحات مع اندلاع الحرب على غزة واعتبر وقتها إنها ورقة ضغط على مصر. وفي سبتمبر 2024 بعد سنة من الحرب على غزة أعلنت الخارجية الأمريكية منح المساعدات العسكرية لمصر بشكل كامل بقيمة 1.3 مليار دولار بموجب قرار إعفاء مصر من أي شروط متعلقة بحقوق الإنسان. وفي يناير 2025 صدرت مذكرة بتعليق المساعدات الخارجية لمدة 3 شهور بناء على أوامر ترامب، ولكن الخارجية الأمريكية أكدت أن التعليق ده يشمل إعفاء لدولتين فقط باستمرار المساعدات العسكرية لمصر والتمويل العسكري لإسرائيل. ولكن بعد أسابيع قليلة وفي فبراير 2025 هدد ترامب بتعليق المساعدات لمصر والأردن في حال رفض استقبال الفلسطينيين من غزة والضفة. عشان يكون على مر العقود ملف المعونة الأمريكية ما هو إلا صداع سنوي في رأس النظام المصري. وبحسب معهد جوزيف لودر للإدارة والدراسات الدولية، فإن مصر هي تاني أكبر دولة تتلقى المساعدات العسكرية الأمريكية، وقدرت من خلالها تمول برامج تدريب لأكثر من 6600 ضابط مصري في أمريكا من سنة 1995. ولا يزال كل سنة في 600 ضابط جيش مصري بيسافر لأمريكا للحصول على دورات ودراسات عسكرية. ده غير استضافة مصر مناورات النجم الساطع، أكبر مناورات عسكرية متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط واللي بتحصل كل سنتين. وبناء على تقرير لمكتب الشرق الأدنى التابع للخارجية الأمريكية، فمن 78 أو من سنة 1978 قدمت واشنطن القاهرة أكثر من 80 مليار دولار، كان نصيب المساعدات العسكرية منها 50 مليار دولار. طيب، لو رحنا لأوجه الاستفادة من المعونة الأمريكية الاقتصادية، فمحدش هينكر إن في مبالغ خصصت لبناء أو تطوير مدارس ومستشفيات وتوفير مرافق المياه والصرف الصحي ودعم المشروعات الصغيرة وغيره. ولكن المستفيد الرئيسي من المخصصات دي شركات الجيش اللي بتنفذ المشروعات مع بعض كبار رجال الأعمال اللي بيحصلوا على المشروعات دي من الباطن، خاصة إن مفيش أي أوجه رقابة حقيقية على المعونة. وده لأن المعونة العسكرية ما بتدخلش أساسا في الموازنة العامة المصرية، وبتروح مباشرة لصالح شركات السلاح الأمريكية. أما المعونة الاقتصادية اللي هي في حدود ال 200 مليون دولار فهي بتدرج بشكل جزئي في الموازنة، ومش بس بيخصص صرفها بناء على تعليمات أمريكية، ده أوجه صرف المعونة نفسها بتديرها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من خلال التعاون المباشر مع الوزارات المصرية، زي التعاون مع وزارة الصحة والسكان بتوجيه مخصصات مالية لصالح حملات تحديد وتنظيم النسل، خاصة في ريف وصعيد مصر، ومع وزارة التربية والتعليم لتغيير المناهج الدراسية طبعا تحت مسمى تطوير المناهج. والجانب الأكثر كشفًا لحقيقة المعونة الأمريكية هو برنامج دعم الزراعة أو الاستيراد السلعي والمواد الخام، فهو في الواقع بيشترط الشراء فقط من الشركات الأمريكية اللي بتورد لمصر بأكتر من السعر العالمي بنسب بتوصل لأكتر من 50%. وكمان مصر ملزمة بشحن السلع دي عبر شركات تأمين وشحن وسفن تابعة لشركات أمريكية، واللي بتقدم خدماتها لمصر بأسعار زيادة بنسبة 35%. وبحسب هيئة المعونة الأمريكية اللي أصدرت تقرير في أواخر التسعينات طمنت فيه الكونجرس بأن 80% من أموال المعونة الأمريكية تعود إلى أمريكا مرة تانية لشراء سلع وخدمات، وبكده يكون الرابح الأكبر من المعونة الأمريكية هم الأمريكان نفسهم إلى جانب الكيان الصهيوني. وأصبحت المعونة سيف مسلط على مصر ودرع لأمان إسرائيل، وكمان بيتم استخدامها للتأثير على القرار والسيادة المصرية.
لدرجة إن استمرارية حصول مصر على المعونة أكتر أهمية لأمريكا وإسرائيل من مصر نفسها، وده راجع للرغبة في التحكم. وهنا نذكر كلمة الرئيس الأمريكي الأسبق أيزنهاور لما قال: الشرق الأوسط مثل الزرافة، ومصر هي رقبة الزرافة، والذي يريد أن يمسك بالزرافة عليه أن يمسك برقبتها. طب على إيه بقى وجع الدماغ ده كله والتحكم أمريكي بسبب يا دوب مليار و500 مليون دولار سنويا؟ يعني ليه مصر محتاجة المعونة الأمريكية أصلا؟ طبعا في إجابات كتير على السؤال ده، أمنية وعسكرية وسياسية، ولكن لو بصينا على الجانب الاقتصادي هنلاقي إن التزامات مصر الدولارية ضخمة جدا خاصة للخارج، وأبرزها استيراد السلع الأساسية والقمح. كون مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وبرضه استيراد الدواء والمواد الخام لصناعته اللي نسبة الاستيراد فيه بتوصل لأكتر من 90%، وبرضه اعتماد القطاع الصناعي على استيراد السلع الوسيطة وتكاليف استيراد الوقود، أو حتى توجيه الصرف بالعملة الصعبة لصالح الاكتشافات المحلية للنفط والغاز. طبعا غير خدمة الديون الخارجية، وبحسب البنك المركزي المصري فالدين الخارجي المصري تجاوز 155 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، ومصر ملزمة سنويا بسداد عشرات المليارات من الدولارات كأقساط وفوائد الديون. وكلنا بنشوف لما الدائنين والجهات المانحة بتتأخر في صرف شريحة من أي قرض الدنيا بتضرب تقلب في مصر. وده مؤخرا أجبر القاهرة مرة تانية إنها تتوسع في الاستدانة عبر السندات لسد فجوة تمويلية تقدر بنحو 10 مليار دولار خلال 2025. وطبعا محاولات دعم استقرار الجنيه وضبط سعره، وده بيستلزم توفير احتياطي نقدي من الدولار. وبكده تكون الصورة واضحة إن سواء دلوقتي أو في عقود سابقة النظام المصري محتاج لكل مبلغ من الدولار مهما كان قليل. فكون بيوصل 200 أو 250 مليون دولار لدعم بعض القطاعات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، أو بيحصل الجيش المصري على مليار و300 مليون دولار سنويا وبيوجهها لأغراض التسليح والصيانة وغيره، فده يعتبر بند مهم جدا ورئيسي وعبء اتشال من على النظام. ما يعني ان استغناء مصر عن المساعدات الامريكيه بشكل فوري وما يتبعه من مساعدات اوروبيه او من مؤسسات دوليه بالتاكيد هيضر ويأثر على النظام والجيش المصري. ولكن برضه أمر مش صعب أو مستحيل حدوثه، لأن الحل مرتبط بشكل أساسي بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تبدأ بحملة حقيقية لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، ومقترنة بخطة مشروعات إنتاجية ذات مردود اقتصادي سريع، مش مشروعات إنشائية بتكلفة ضخمة وملهاش مردود أصلا. ده بالنسبة للنظام. طيب بالنسبة للمواطن المصري، هل هيتأثر بشكل مباشر لو استغنت مصر عن المعونة الأمريكية؟ طبعا أي تأثير على الاقتصاد المصري أول ما هيطول المواطن اللي بيشيل الليلة غالبا والوحده، ولكن في الواقع المعونة الأمريكية لا تهم المواطن ولا تفيد المواطن، ووجودها وعدمها مش هيفرق معاه في أي حاجة. الشعب المصري ما استفادش حاجة من مليارات الدولارات اللي وصلت من الخليج لمصر بعد 2013، وما حسش بأي تحسن اقتصادي في حياته، وبرضه طول 50 سنة لم يستفيد من مليارات المعونة الأمريكية ومفيش أي تأثير ليها عليه. 80% من المعونة الأمريكية المخصصة لمصر هو في الحقيقة مخصص وبيعود مرة تانية وبشكل مباشر للاقتصاد الأمريكي، وبيستفيد منها المواطن الأمريكي أكتر من المواطن المصري. ورغم كده فأمريكا هي اللي بتحصل على امتيازات كتير من مصر، منها أولوية مرور سفنها التجارية والعسكرية من قناة السويس. رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي صرح إن الواقع بيقول إن المعونة الأمريكية ما هي إلا وسيلة لابتزاز المصريين اللي ما استفادوش أبدا منها، وقال إن كان في مستفيد فيهم هو بعض رجال الأعمال المرتبطين أصلا بأمريكا. وقال كمان إن في 100 ألف موظف شغالين في هيئة المعونة الأمريكية في مصر بيحصلوا على رواتب لإدارة مخصصات المعونة، في مقابل إن هيئة المعونة الأمريكية في إسرائيل فيها 3 موظفين بس، رغم إن الاحتلال بيحصل على ضعف المعونة اللي بنحصل عليها. أستاذ القانون الدولي الدكتور السيد أبو الخير خد باله من جانب تاني، وهو إن مش بس المعونة الأمريكية ما بتوصلش للشعب المصري بشكل مباشر أو حتى غير مباشر، ده كمان بتستخدم لدفع رواتب الخبراء الأمريكيين واللي من أدوارهم تغيير عقيدة الجيش المصري وتحويل أهدافه من محاربة الأعداء الخارجيين زي إسرائيل إلى قوات مهمتها محاربة الإرهاب، وحتى تعريف الإرهاب ده بيكون وفق اللي بتحدده تل أبيب، عشان يكون المستفيد بس الكيان الصهيوني وامريكا، ومن وراهم شركات السلاح والسلع والخدمات. وحوالينا دول كتير في العالم عايشه من غير المعونه الامريكيه وما حصلهاش اي حاجه. صحيح هيكون بعضها مش بتاثير مصر، ولكن في منها اللي ليه ثقل مركزي في المنطقه، زي تركيا مثلا اللي تعرضت لمواقف مشابهه من الضغوط الامريكيه لما قررت انقره في 2017 شراء منظومه الدفاع الجويه الروسيه
اس 400. وهنا اعترضت واشنطن وهددت وجمدت مشروع تصنيع عسكري مشترك مع أنقرة. ورغم كده في يوليو 2019 تسلمت تركيا أول 4 بطاريات صواريخ بقيمة 2.5 مليار دولار. وفي أكتوبر 2020 أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده اختبرت منظومة الدفاع الجوي الروسي وستواصل الصفقة حتى النهاية، وإن أنقرة لم تلتفت لاعتراضات واشنطن على الصفقة أصلا. وهنا نقدر نقول إن التفكير في اتجاه الاستغناء عن المعونة الأمريكية أصبح ضرورة وليس رفاهية، فلا المواطن المصري مستفيد ولا الحاكم والنظام حر في قراراته، وإن مصر قادرة على ده ولازم توصل له في يوم من الأيام. بس كده. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتستنوني كل يوم 4 الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة في بنك الحظ. سلام.